وتتمسك زي ما هي كده بقى وتغطس في بقى ايه اول طبقه خالص اللي هي بقى الشوكولاته بقى الخمسه. بصوا يا جماعه احنا النهارده هنجرب الماريتوزي. مش عارف صح انتوا سمعتوا عنها قبل كده ولا لا، ولا تعرفوها اصلا ولا لا. المفروض بقى ان دي حلويات ايطالي مشهوره قوي بقى في ايطاليا، بس مش موجوده هنا في مصر او اماكن قليله قوي جدا اللي بتعملها. فلقيت مكان كده بقى بيعملها فايه جبناها. بيعمل بقى منها ايه فليفرات كتيره، فجبنا يعتبر كل الفليفرات اللي بيعملها. تعالوا بس اوريكم شكلها عامل ازاي. شكلها يا جدعان خطير. ايه ده؟ هي المفروض اصلا بتبقى عجينه عيش، تاخد بقى التوبنج اللي انتوا عايزينه، وبقى كمان فوقيها بتاخد كريمه خالص، وبعد كده بقى بيمسحها بسكينه او زي سكينه كده عشان يسويها ويبقى شكلها جمالي قوي. وبعد كده بقى بيحط ايه الفليفر اللي انت عايزه، سواء بقى شوكليت سواء بقى بيستاشيو سواء ستروبري، اي فليفر انت عايزه بيتضاف فيها. شكلها جامد قوي. تعالوا نجرب بصراحه. ففي مكان بقى كده لقيناه في اركان بيعملها. احنا جبنا بالظبط حوالي 5 ماريتوزي عاملين حوالي 800 جنيه في الرينج ده. الريحه خطيره. الشنطه دي لوحدها بتاعت الكفرات وكده، بس اللي فيها واحده وتعالى نشيلها على جنب. طلع بقى دي هنا اخر بقى واحده وهي بقى الخمسه. بصوا بقى كده دي كل ايه الحاجات اللي احنا طلبناها. عملوا بالظبط 723 جنيه. ما طلبنا بالظبط منها 5. طلبنا ايه 5 ماريتوزات. جمع ماريتوزي ايه ماريتوزات كتير. تعالوا نبدا. بس ده المفروض يبقى انا بحسب الباكنج مكتوب عليه مثلا بيستاشيو نوتيلا الكلام ده كله. بص شكل الباكنج تحسه ايه باكنج برجر مثلا. تعالوا نفتح نشوف ده ايه. بسم الله. واو شكلها تحفه. انا عايز افتح العلبه عشان ما اتبهدلهاش. دي الشوكليت شكلها عامل ازاي. تصدق احنا كنا المفروض نجيب الكلاسيك البيزك خالص. شوف شكل الكريمه بقى كده مع العيش، حاسسها اصغر من اللي موجوده في الفيديو. ولا هي الحاجه بتيجي هنا بتكش. شكلها يا جدعان تحفه. بتمسك ازاي دي؟ بصوا هي دي بتبقى عيش مفتوح من النص، محطوط فيه بقى الفليفر اللي انت عايزه، بعد كده بقى فوقيه الكريمه، بعد كده بقى ايه الفليفر اللي انت عايزه تاني اللي هو مثلا ايه الشوكليت، ومتجرنش بقى كمان بسكر. شكلها يا جدعان تحفه. مش عارف صح دي تتاكل ازاي. دي هتبهدلنا للصبح. في منها بقى يا جدعان اللي هو بيبقى ايه بتبقى سكر وعامل لها تورشنج بقى، بس دي مش موجوده في مصر. بتبقى خطيره. تحفه تحفه. ايه ده؟ الكريمه دي خطيره. بص بقى إيه اللي هي اول طبقه خالص اللي هي بقى الشوكولاته اللي هي الشوكليت. هو بص العيش فريش قوي والكريمه مع الشوكليت تحفه قوي. تصدق جامده والله. انا متفائل قوي. انا يا جماعه اتحمست لدرجه فظيعه بجد. طعمها حلو قوي. تعالى ندخل بقى ايه على اللي بعده. تعالى. اوه دي الاستروبري. انا من رايي نسيب ايه نسيب الاستروبري في الاخر. نشوف دي ايه. دي الكندر. ممكن نشيل دول على جنب كده. هنا ايه في حاجه واحده. بصوا انا عرفت انه ايه العيش ده هم اللي بيعملوه بنفسهم. تحسها قريبه قوي للعيش الكويس. دي الكندر شكلها تحفه. بسم الله. الكريمه ايه تحسها دسمه قوي، بس طعم الكندر خفيف قوي. يمكن عشان احنا لسه ما دخلناش على اللي جوه. بصوا على الشوكليت كانت عامله 142، الكندر دي عامله 148. بصي تعالى نجيب الكندر تحت. عايز اجرب الصوص اصلا. اسمه هو تحسه خفيف قوي. تعالوا ايه نشوف جاي ايه. اوه بيستاشيو. بحب انا بقى البيستاشيو. انتوا عارفين اصلا المفروض تتعمل ازاي؟ المفروض ما يتحطش عليها صوص كده. المفروض ان هي تتمسك زي ما هي كده بعد ما بيحط فليفر من جوه ويحط عليها الكريمه. المفروض تتمسك زي ما هي كده بقى وتغطس في بقى ايه بيستاشيو بقى والتوبنج اللي انت عايزه، مش تحط عليها صوص كده. تصدق دي كنافه ده حاطين عليها كنافه بيستاشيو. شكلها عامل ازاي؟ الفليفر عايز يزيد. استنى دي عايزه اقطمه من النص واجيب البيستاشيو اللي جوه. خطيره. البيستاشيو دي تحفه. انا خلصتها على قطمتين. بصوا البيستاشيو دي عامله 154. ربع واحده. ده دي اللي بالكراميل. هخلي ايه الكراميل دي في الاخر. تعالى ندخل على الاستروبري او الفراوله. افتحها بس هي تعالى. بص بقى شكلها. انا عايز اقول لكم ان هي تقيله. انت ممكن تاكل واحده بالظبط وما تقدرش تكمل ان هي تقيله قوي. لحظه البهدله. الاستروبري دي خفيفه قوي. طعمها جامد. بس عايز اقول لكم البيستاشيو والشوكليت خطيره. الاستروبري دي عامله يعتبر 143 جنيه. ده بالضريبه عشان هي اصلا المفروض سعرها 125، بس ايه بالضريبه 143. الكراميل الوش بتاعها كله اتبهدل. زيت مثلا كده عشان ما تبهدلناش. شكلها عامل ازاي. شكلها خطير. جامده قوي. تصدق الكراميل المستخدمه حلوه قوي. مش قادر. اكلت كميه سكر تكفيني الشهر قدام. والله يا جماعه الموضوع ده متعب قوي. تخيل كده واحد عايز يعمل دايت مثلا وعايز يمشي مثلا ايه على نظام غذائي مثلا هيعمل ايه. موضوع صعب والله يا جدعان. اخر واحده بقى اللي هي الكارمل دي كانت عامله 136. وبس كده يا جماعه دي كانت تجربه بقى الميريتوزي اللي هي بقى الحلويات المشهوره قوي بقى في ايطاليا. التجربه في العموم كاوفرول تجربه حلوه جدا. وبس كده يا جماعه كان معاكم جو ناصر. سلام.